يا مساء الخير يا رجال، مساكم الله بالخير مرة ثانية. احنا موضوعنا موضوع من موضوع ابو الرجال العسر. من هو موضوع ابو الرجال؟ احمد. احمد قاتل على عرضه وشرفه والنعم به وكافو ونفتخر به. هذا هو اليمن يصح. احنا 29 سنين واحنا في حروب، في قطع طرق، دخلنا من الصحراء، تبهذلنا، تهاجرنا، تهجرنا، خرجنا من البلاد، هاجرنا، فعلنا كل حاجة لأجل ايش؟ لأجل الأرض والأرض. وحكومتنا قاتلت 29 سنين وخاضت حروب وشهداء بالآلاف وبالملايين، وقاتلوا علشان ايش؟ عشان الأرض والأرض. أحمد قتل شخص كونه كإماراتي، دخل مغتصب يعني دخل كمغتصب. فيه إعلاميين والنعم بهم رجال وكفوا وقفوا من بحمية وأخوة، وفي ناس تسلقوا بالهبة. هذا حكومة صنعاء، حكومة اليمن، أولى كذا حول كذا. هذا ما يرضيناش. وكذاب أبوك، وكذاب أبوك. إن حد من حكومتنا من صنعاء أو غير صنعاء إنه إحنا نرضى بالباطل. وإذا يتكلم وأنا في العاصمة صنعاء، مستحيل. والإعلاميين اللي في صنعاء والمشاهير اللي في صنعاء والنعم بهم يتكلموا ويفعلوا كل حاجة. مستحيل نحن أن نرضى بالباطل. هذا أحمد يتصنف بأبو الرجال. مستحيل إنه يدخل في قصاص أو في إعدام أو من هذا الكلام. وتحية كبيرة لكل رجال وكفو وابن أصل وقف مع أبو الرجال اللي من هو أحمد. يشهد الله إنه رافع راسنا للسماء، إنه قتل شخص كونه كمحتل البلاد، إنسان مغتصب. مش يقتله بس، المفروض يكسر قارورة في جحره. وقليلة والله قليلة. وألف تحية الرجال اللي وقفوا، واعيدها واكرر، وقفوا بذمة وضمير، مش عشان لايكات أو عشان شهرة. والنعم بهم أنا بحذيهم. ولا الكلام الثاني والكلام الثالث. مستحيل مستحيل ومستحيل إن حكومتنا ترضى بالباطل، لأنها 29 وإحنا بنقاتل على الأرض والأرض. ومستحيل ثم مستحيل إنه يدخل في القصاص. ونسأل من الله السلامة. وألف شكر لكل أخ وكل أخت وقفوا مع أبو الرجال أحمد. من اليوم أبو الرجال نسميه. تحياتي لكم، وإن شاء الله من هنا من صنعاء بإذن الله بالراحة علي.